بص يا سيدي، الفيلم ده مش كوميدي، بس لما احكولك هيبقى كوميدي، لان هو الفيلم ده بطولته حلاوة المولد. مش مولد النبي، لا، حلاوة بتاعة المولد، عروسة بتاعة حلاوة المولد ده هو بطولته. وبتتحول لبني ادم بقى وتخش مغامرات وقصة جميلة قوي. كمل معايا الفيديو عشان تعرف قصة حلاوة المولد. مبدئيا كده خلينا نعرف الفيلم الأول. الفيلم عروسة المولد، سنة الإصدار 1954، من إخراج عباس كامل. وبطولة الفيلم عبد العزيز محمود في دور فارس السكر، تحية كاريوكا في دور عروسة المولد، محمود أحمد المصري في دور المعلم صاحب المحل، سعاد مكاوي، محمود شكوكو، فؤاد راتب، محمود المليجي، نيلي مظلوم، فؤاد شفيق، سامي رشدي. بيبدأ فيلمنا بمصنع حلاوة المولد، وبيبدأ يعمل عروسة حلاوة المخزن. ومن هنا يبدأ قصة الفيلم. عروسة المولد والفارس بيبدأوا يتكلموا كلام مش طبيعي ان هو عروسة تتكلم، ولا طبيعي الكلام اللي هيقولوه. المهم بيظهر محمود المليجي على هيئة شيطان، على هيئة إبليس، ويقول لها سيبك من حياة السكر وحياة الحلويات والجو الهبل اللي انتوا عايشين فيه ده، وتعالي معايا حياة البشر عشان تحسي وتحبي وتتجوزي وتروحي وتيجي وتعملي الكلام ده كله. المهم هي بتقتنع بكلامه. وسكر ابو الفوارس بيقول لها يا ست ارجعي، يا ست بلاش، ده انا هخليكي احسن حد في الدنيا. تقول له يا راجل اجري وانت تعرف تمشي اصلا. فالمهم بتمشي ورا محمود المليجي وتخش معاه الكباريه. اللي هيجنني انها ماشيه معاه في الكباريه كده، وتمشي تروح هنا وتروح هنا وتكلم، وهي عروسه زي ما هي عروسه حاجات تانية، وبترقص وتسكر وتعمل كل الحاجات الغلط اللي في الدنيا. وبيقرر رئيس مجلس عرايس الحلويات والسكر، وما تستغربش من كلامي، ده مش قليلين، ده عندهم طيارات ودبابات وخيل واسطول بحري ومدافع وممرضات وحاجات كتيرة ودنيا جامدة سعادتك. يقول لك احنا لازم كلنا نروح نجيب حلاوة من عند البني ادمين. ويبدأوا يجهزوا بقى الدنيا، والزمامير تطلع بقى والناس تطبل بقى والستات تزغرط، ويبدأوا يطلعوا من المعمل ويروحوا يجيبوا في المعمل تاني لوحده. بترجع بنت صاحب المحل تطلع الصبح ما تلاقيش ولا اي حاجه غير فارس ابو سكر دوت اللي هو عراف، وما بتلاقيش اي حاجه تانية. تقول ايه؟ تقول يا نهار ابيض، العروسه راحت فين؟ مش فارق معاها كل المخزن اللي ده، وفارق معاها العروسه الحلاوه. فبتنده ابن خالتها اللي بيحبها وبيحبوا بعض ومش عارف ايه، بتقول له انزل يا حبيبي، ده في نصيبه وكارثه ورحنا في داهيه. فبينزلوا بيروحوا بيلاقوا المعمل فاضي. فبيكلم الفارس بيقول له انت ازاي تسيب البت بتاعتك تمشي كده؟ فهو بيرد عليه عادي ويقول له ما سمعتش كلامي ومشيت. فالتاني بيقول له بتتكلم وما عندكش دم وبتاع. يا جماعه ده عروسه سكر، انتوا بتتكلموا ايه؟ ما مش فاهم انا، بس ما علينا خلينا. قال له طب انت تعرف طريقها؟ قال له اه بس ما اقدرش اتحرك دلوقتي، لازم بالليل. قال له لازم بالليل؟ قال له لازم بالليل. فمن هنا لحد بالليل البت خدت الفارس وراحوا بيه على الكباريه. فقالت له استنى خليك انت هنا وانا اخش. قال لا لا انا اخش معاك. قالت له انا هفضل شايلاك كده. لا لا بسيطه. هوب يتحول هو كمان فارس على حصان. طب قال لها طب ما انتوا عارفين تعملوا كده، ما عارفيننا ليه من الاول؟ بيخشوا الكباريه يكلموا عادي كده ولا اي حاجه. بيخش بيلاقي حلاوه بدور تحيه كاريوكا واقفه بترقص وتغني وبتعمل استعراض. وبيقول لها يا بنتي ارجعي، تقول له لا لا، يا بنتي ارجعي، تقول له لا لا. فبتلبس عربويه. يوم هو ساكت، لا هو لك هو كمان لابس بدوي. ويفضلوا يغنوا مع بعض بتاع 10 15 دقيقه في كده في الفيلم. وفي الاخر ما بترجعش معاه. يوم سكر يعمل ايه؟ ياخد بعضه ويرجع المعمل ولا كان اي حاجه. محمود المليجي بقى بيستغل حلاوه أسوأ استغلال. يعني مثلا في واحد اهبل كده بيجي يحب صاحبه محمود المليجي، ومحمود المليجي بيصاحب مرات ابوه، وهو ابوه المفروض ان هو عيان وهيورث من وراه $500,000. فاللي هو ايه؟ قال لك هياخد حلاوه ويوديها عند ابوه وتعمل فيها هي ممرضه، وهو يعمل فيها دكتور، ويقول لها خليكي عنده هنا وتديله السم في الدواء ويموت. لا وايه؟ وتقول له مثلا لا كده غلط. بيخوفها بايه؟ بعلبه نمل، شويه نمل قد كده اهو، بيرعبها بيها طول الفيلم. كل ما تيجي تقول له لا يروح موريها شويه نمل تخاف وتجري وتقول له حاضر ونعم. المهم فجاه بيقرر لا تعالى نهرب انا وانت دلوقتي.
وهم مهربين قال لها ثواني هشقر على الوليه وانا ماشي. يشقر على الوليه يلاقيها عماله تحب في التليفون وتشتم فيه وتقطع فروته. بس كده لا، روح مطلعه على فيلا هو وهي ومقضيينها بقى سكر ومغنى وقله ادب. فمين بيجي لها الفيلا؟ برضو ابن خالتها ولا حبيبها دوت، ومعاه مين؟ معاه محمود شكوكو والبيت وصاحب المصنع. بيلهي الجفير لحد ما هم يخشوا يكلموها ويقول لها يا بنت الحلال ارجع، يا بنت الحلال ارجع. حاضر. وتروح عشان تقتله، بتلاقي ناتاليا وتلاقي ابن الراجل، تقول له الحقوني ده محمود المليجي قال لي ايه؟ قال لي اقتليه. قال لها ازاي؟ لها بالمسدس ده. راح مسك ايديها ودب ضرب ابوه. قالت يا لهوي ونكدي، والراجل مات وهو في الاخر لا طلع لا في نص مليون ولا في ذهب ولا في نيله اصلا. البوليس جه قبض عليها. قال لها انت عملتي كده ليه؟ قالت له من جيبه. فقالت محدش قال لي اعمل حاجه، انا اللي عملت كده من نفسي. قالت له عملت كده ليه؟ قالت عشان خايفه من النمل. قال لها نمل ايه؟ قالت له النمل ده انا ممكن النمل يجي ياكلني. فراح محولها ايه؟ مستشفى الامراض العقليه. مجنونه رسمي، وايه نمل ايه وبتاع ايه. فالدكتور قد الصحراء، مكان ما فيهوش اي بني ادم، في عز الصحراء تلاقي راجل عجوز يقول لها تعالي يا بنتي، مالك يا بنتي ومالكيش دعوه وخليكي جنبي ومحدش يقدر يلمسك، وبيجيب لها اكل بقى وخليكي مش عارف ايه، وما تعرفش فجأة كده. وخلص الفيلم. بس كده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وبقى دوس لايك بقى، يعني دوس لايك ووجب عليا بقى اي حاجه يعني.